اليوم راح أسوي لكم وصفة خفيفة سريعة وطعمها يدوخ من أول لقمة. توست الدجاج بنكهة البيتزا. نجيب صدر دجاج مقطع مكعبات صغيرة حتى يستوي بسرعة. قبل كل شيء نبدأ بالتتبيلة، نبهره بملح، فلفل أسود، بابريكا وماجي على حسب الرغبة، ونضيف ليمونة وشطة وملعقتين زيت وملعقتين مايونيز. هسه نخلي ثوم مفروم وبصل وفلفل حلو ناعم كلش. كل ما كانت الخضار أنعم اندمجت أكثر وصارت النكهة أقوى وأطيب. نحمس الدجاج بطاوة على النار لحد ما يصير لونه ذهبي ويتشبع بالتتبيلة. سنجي للمرحلة اللي تعجبني. نجيب خبز التوست ندهنه أول شي، طبقة كجبن ناعمة فوقها طبقة جبن بسيطة، وبعدين نفرش الدجاج المتبل ونغطيه بموزاريلا تذوب وتجنن. ندخله للمقلاة الهوائية كام دقيقة بس يقرمش من تحت ويتكتل الجبن من فوق. انتبهوا على هذا، لازم تكون خفيفة ذهبية ودجاجها مليان نكهة وتشد الجبن شد ما ينتهي. الوصفة السريعة اللي تستاهل كل تالي ليل.